ايه يا شعبي الحبيب الصبور المهاود المطرمخ. حابب اتكلم معاكم على موقف. الحقيقة الموقف ده خطير، وخلي بالكم يا جماعة، انا بنصحكم آه، يعني عشان ما تضمنش دلوقتي والناس اتسعرت. يعني حتى تاكسات القاهرة اللي كانت هي الوحيدة من بين المحافظات اللي شغالة بالعداد الإلكتروني لآخر لآخر مرة أنا زرتها من 3 أشهر، وهي كانت شغالة بالعداد الإلكتروني. دلوقتي بسبب الغلا بتاع السيسي والفرقة بتاعته ما بيشغلوش العداد، والمشوار اللي كان ب30 جنيه بقى ب50 جنيه، أو اللي ب25 بقى ب50 جنيه كده من عندهم. ماشي، دي نقطة على ملحوظة على الجنب كده. الموضوع الأساسي بقى، في عربيات في رمسيس يا جماعة، خلي بالكوا، عربيات بيقول لك بتروح لاسكندرية عبر الطريق الصحراوي أو غيره. العربيات دي عربيات ملاكي، مش ميكروباصات ولا تمناية. التمناية دي اللي هي السوزوكي الفان دي، يعني اللي هي ميني باص كده، يعني ميكروباص أصغر شوية. إنما دي بتبقى عربية ملاكي أقرب للبيجو، بس مفيش بيجو في الحتت دي. فالناس دي خلي بالكم منها، لأنه هو بيبقى ملاكي مش أجرة. المشكلة مش كده، إنما أنت ما تضمنش ده إيه البني آدم ده. ممكن يكونوا اللي معاه دول مش ركاب أصلا، ممكن يكونوا عصابة، ممكن ياخدوك في الصحراء يسرقوك ولا أي حاجة، ولا يقتلوك. ما تضمنش، ما تضمنش. فخلي بالكوا، ودايما والأحسن في رأيي اركبوا السوبر جيت، لأن أنا كان هيحصل معايا موقف زي ده بس أنا فلتت منه. فخلي بالكم من الناس دي، عشان الناس دي خطيرة. خليكم في السوبر جيت أو أتوبيس الدلتا وبس. اتأخر ما تأخرش، ما فيش داعي تستعجل. ما فيش داعي تستعجل وتروح للناس دي، أو اركب القطر. يا السوبر جيت والدلتا، الأتوبيسين دول، يا إما تركب القطر. عشان ايه؟ دي ناس محترمه، وتبقى في وسط ناس كتير، وشباب وبنات وكبار وصغار، ما يبقاش ايه، وتبقى حاجه معروفه، حاجه معروفه. انما حاجه زي دي مش مضمونه، ما تضمنش. مع وضع البلد دلوقتي والغلا والبتاع، ممكن يحصل نصب، ممكن ناس تقتل بعض، ممكن يسرقك، ممكن اي حاجه. فمعلش خلي بالكوا بقى، خلي بالكوا يا جماعه. هي نصيحه يعني، بس واقول لكم سلام.